كيف ما وعدتكم انني غادي نحط فيديو كنقص لك 50% من الدروس ديال الاجتماعيات. كيف ما كتشوفوا معايا دابا الامتحان فراه كيعطيوك جوج ديال المواضيع مقاليه وانت كتختار غير واحد، وبالتالي هنا عندنا الفرصه ديال تقليص عدد الدروس ونستغلوا هذه القضيه كيف ما كنديروا تماما مع الفلسفه اللي دائما كتلقى جميع الاساتذه كيركزوا في الوضع البشري والسياسه. اذا في الاجتماعيات حتى حنا غادي نركزوا غير في موضوع واحد، ماشي بالضروري نبريباريو الجوج ديال المواضيع. اذا غنبريباريو الموضوع واحد وبالتالي غنقصوا علينا 50% من الدروس. هذا الاحتمال هذا فيه مشكله واحده، هو انه السؤال الخامس في الفقره اللي عندها علاقه بالوثائق فراه ممكن تحط لك في شي درس انت ما تطرقتيش ليه وبالتالي غتضيع لك جوج ديال النقاط. اذا انت في هذه الحاله هذه كتغامر بجوج ديال النقاط بالنسبه للفقره اللي السؤال الخامس اللي كيجي في الفقره الاولى اللي عندها علاقه بالوثائق. اذا انت كمترشح احرار خاصك تعرف بانه احتمال انه يكونوا 3 ديال المواضيع بالنسبه للتاريخ و4 ديال المواضيع بالنسبه للجغرافيا. اذا غادي نقسموا التاريخ لثلاثه ديال الفقرات فيها مجموعات ديال الدروس، وغادي نقسموا الجغرافيا لاربعه ديال الفقرات كمقالات محتمله. كيف ما شفتوا معايا في الفيديو السابق فعطيتكم لا باز ديال كيفاش غادي تخدم الاجتماعيات، وهنا غادي نعاود ننصحك بانه قبل ما تاخذ القرار ديال انك تتبع هذا الفيديو وتقوم به فراه ضروري ومؤكد انك تقرا جميع الدروس وتفهمهم كاملين. لكن هاد الطريقه اللي غنعطيك دابا فهي اللي تركز في هاد الدروس هادو، دونك تتبع الطريقه هذه كتركيز في الدروس، ماشي تلغي الدروس الاخرين ما تعرف عليهم حتى شي حاجه. اذا راه غادي يساعدك داكشي حتى في التحليل ديالك للوثائق، وفي السؤال 5 غادي تكون كتعرف فيه شي حاجه وبالتالي غادي تجاوب عليه على الاقل تجيب فيه نقطه ولا نقطه ونص، وبالتالي ما غاديش تضيع عليك حتى ديك جوج نقاط ديال الوثائق. اذا التاريخ فكيف ما شفتوا في الفيديو السابق فقسمت لكم الثلاثه ديال الفقرات، كل فقره فيها مجموعه ديال الدروس. اذا المجموعه الاولى اللي هي تاريخ المغرب اللي كيبدا بنظام الحمايه، فرض نظام الحمايه 1912 وكيسالي باسترجاع المغرب للاقاليم الجنوبيه في السبعينيات ديال القرن الماضي. ثم عندنا المجموعه ديال الدروس كيف ما كتشوفوا ديال التاريخ العربي اللي كيبدا لنا بسقوط الامبراطوريه العثمانيه والتوغل الاستعماري في المشرق العربي وكيسالي لنا بتكون دول العالم الثالث. ثم مجموعه الدروس الثالثه اللي فيها مجموعه ديال الدروس ديال تاريخ العالم اللي كتبدا لنا بالحرب العالميه الاولى وكتسالي لنا بالقطبيه الواحده. اذا هذا الشيء بالنسبه للتاريخ فانا كنصحك يا اما غتخدم الدروس ديال تاريخ المغرب وتزيد عليها دروس تاريخ العرب، او تخدم الدروس ديال تاريخ العالم. اذا تاريخ العالم بوحدو وتاريخ العرب بوحدو، فرا ضروري كتلقى هادو عندهم علاقه مع بعضياتهم في المقال، ودروس العالم كتلقى عندهم علاقه مع بعضياتهم في المقال. اما بالنسبه للجغرافيا كما قلت بانها فيها 4 ديال المقالات محتمله، لكن انا كيبان لي انها ماشي 4 وانما 3. عمرك غادي تلقى العولمه والمجال العالمي كاين في شي مقال بوحدو والا وكتزيد عليه شي دروس. فلذلك كنصحك انه يا اما تبريباري العولمه والمجال العالمي اللي فيه هاد المجموعه ديال الدروس تخدمها مع دروس مجموعات الدول اللي فيها الاتحاد الاوروبي الينا واسيان. لكن انا كنصح بان تحاول تخدم الدروس ديال الدول حيث هما الاغلبيه كيتحطوا في المقالات، وبالتالي انا كنفضل واحد النسبه كبيره انك تخدم الدول المتقدمه اللي فيها فرنسا، الولايات المتحده الامريكيه والصين واليابان. واخا الصين راه ما داخلاش الدول المتقدمه لكنها راها كتقارن بهاد الدول، وبالتالي راه كتحط معاهم، خاصك تبريباريهم مجموعين مع بعضياتهم. ثم عندنا المجموعه الثانيه ديال الدول الناميه
أو الدول في طور التقدم اللي هي البرازيل، الهند، كوريا الجنوبية. هادو كيتبريباراو بوحدهم. ولا لاحظتوا معايا فراني قلت الهند اللي الاغلبيه كيحيدها لانها مجرد ملف، لكن انا دائما كنحطها. والعام اللي فات فراه تحطات في الاستدراكيه، وهنا كانت الصدمه ديال الكثير من التلاميذ انهم كيحيدوا داك الملف. داكشي دائما كنصح بانكم الملفات ما تحيدوهمش، على الاقل قراهم، غير تاخذ بعدا غير واحد الدرايه بهم، حاول تقراهم 2 مرات 3 باش حتى الا كان احتمال انها تحطط لك تكون عارف على شي حاجه، وتحاول تكتب على الاقل تجي فيها شي نقيطات. اذا انت دابا حاليا حر في الاختيار ديال المواضيع اللي غادي تبريباريها مزيان. كيف ما قلت خاصك تبريباري كلشي خاصك تفهمو، كلشي خاصك تكون موجدو. تبع معايا الفيديو اللي كنت حطيت قبل، فخاصك توجد كلشي الخططات ديالو، وكلشي غادي تفهمو من خلال الخططات، لكن غتركز في هذا الفيديو. اذا الفيديو ديال البريباراسيون ديال الاجتماعيات غادي تخليك تخدم كلشي، لكن هاد الدروس هادو غتركز فيهم، بالتالي غتحيد عليك 50% ديال الدروس. وانا كنفضل غتقوم بهذا الشيء في البدايه ديال شهر 5. اذا البدايه ديال شهر 5 حاول تحدد المواضيع اللي غتضبطهم مزيان، غادي تحفظهم وغتضمن فيهم نقاط مرتفعه. اذا الا قمتي غير بهذا الشيء فراه انت المينيموم غادي تضمن واحد 17 و 16 من خلال الاستهداف ديال 50% ديال هاد الدروس. لكن هذيك 3 النقاط و4 النقاط اللي غادي تضيع، فحاول انك تخدم جميع الدروس، وبالتالي غتجيب الماكسيموم ديال النقاط، وهذا راه اقل احتمال. اذا الا مشى وكان زهرك وتحط 50% ديال الدروس اللي بريباريتي كاملين ما ناقص حتى شي درس، فهنا راه غتكون مفاجاه وغتقدر تجيب 20/20 اللي صعيب ان شي واحد يجيبها بالنسبه للاجتماعيات. كيف ما قلت بأن الصعوبة أو الاحتمال الأسوأ هو السؤال الخامس بالنسبة للوثائق، فهو كيتحط في شي حاجة ما كايناش في الوثائق، وبالتالي انت ملي غادي تكون كتبريباري احتمال أنه الوثائق يتحطوا في الدروس اللي كنتي بريباريتيها، والسؤال الخامس ما يتحطش في الدروس اللي كنتي ضبطتيهم مزيان. إذن أنا كنفضل أنك تخدم كل شيء بطبيعة الحال. كيف ما قلت دائما ممكن نبقى ناكد عليها انك تخدم كلشي، توجد ليهم المنهجيات ديالهم وتضبطهم كيف ما شرحت في الفيديو السابق. لكن هاد المره هادي غتركز ليا في نهايه شهر 4 غتبدا تركز في 50% ديال الدروس. وانا مثلا ندير براسي انا دابا تلميذ وبغيت ناخذ بهاد النصيحه.
فانا اللي تيبان ليا انني نخدم تاريخ العالم، يعني غنخدم الحروب العالميه الاولى والثانيه والازمات والحروب البارده والقطبيه الواحده. علاش غادي نخدم هادشي؟ حيت ما عنديش به درايه بزاف. اما دروس المغرب ودروس المشرق العربي والجزائر وتونس وليبيا فانني كنعرف عليهم شويه، حتى الامبراطوريه العثمانيه، وبالتالي فانني غادي نستهدف داكشي اللي انا ضعيف فيه. حيت الا تحط لي مثلا شي سؤال في الدروس ديال تاريخ المغرب ولا المشرق العربي غادي نقدر نخرج راسي منه، لكن تاريخ العالم بحال ازمه 1929 او الحرب العالميه الثانيه الى اخره الا كان عندي نقص فيها فانني غادي نستهدف تاريخ العالم. وبالنسبه للجغرافيا فحسب وجهه نظري فانا فاهم العولمه، ديجا فاهمها، وديجا فاهم المجال العالمي اللي داخله فيه حتى المجال المتوسطي اللي داخلين فيه شمال افريقيا. اذا انا فاهم فيه شويه، وكنعرف الاتحاد الاوروبي، وكنعرف مجموعه امريكا الشماليه، وكنعرف دول جنوب شرق اسيا. اذا هنا غادي نحاول نستهدف الدول المتقدمه والدول الناميه، وغادي نضبطهم مزيان باش نحاول نجيب اكثر نقطه ممكنه. وكنأكد ليك عاوتاني الا قمتي بهذا الشيء، تبعتي الفيديو الاول زائد هذا الفيديو، فراه كنأكد لك ممكن توصل ل 20 على 20 اللي صعيبه بزاف باش ان شي واحد يجيبها في الاجتماعيات. حيت انت غادي تحفظ غير نص ديال الدروس، وبالتالي غادي تجيب اكبر عدد من النقاط. وماشي غير هذا الشيء، الا ما كانش عندك اسلوب ديال الكتابه والاملاء عندك ضعيف فراه الحفظ يخليك ما تخطاش في هذا الشيء، وبالتالي كيف ما قلت راه غادي تجيب اكثر نقطه ممكنه انك تجيبها. ما تنساش تخلي ابوني، فهنا راه غادي نبقى نفيدك دائما حتى النهار يتعلنوا النتائج، وحتى من بعد النتيجه ان شاء الله فراه غادي نعطيكم حتى التوجيه بالنسبه للجامعات وكل شيء. هنا غادي نبقى مواكب معك طيله السنه، حتى في الصيف غادي نعطيك بروغرامات في الصيف. الناس اللي غيمشيو يخدموا غادي نعطيكم توجيه، غنعطيكم سكريبت باش تحفظوا باش تمشي تقبل في الوظيفه اللي بغيتي او الجامعه اللي بغيتي الى اخره. فحاول تابونا وخلي واحد الكومونتير زوين، وسول في اي حاجه بغيتي راه كنجاوب كل شيء، وخلي واحد اللايك باش هكا دعمني والقناه تزيد شويه، وحتى انا نتشجع باش انني نحط لي فيديو كتار نفيدك فيهم.